ده الفنان حسن مصطفى، وكان بيمثل مسرحية مع الفنان طبعا فؤاد المهندس اللي قدامكم دوت، والفنانة شوكار، في مسرحية اسمها سيدة الجميلة. مسرحية سيدة الجميلة دي طالع فيها فؤاد المهندس ان هو زي ما يكون كده حد يعني مثلا بيعمل رسالة دكتوراه او بحث عن واحدة ازاي تكون تتحول كانت من بيئة في الحارة، اللي هو ازاي يحولها وتتعلم اصول الاتيكيت وتكون غنية وارستقراطية. ده كان ملخص كده المسرحية على طول. لكن ايه اللي حصل بقى خلف كواليس المسرحية؟ بيحكي الفنان حسن مصطفى وبيقول ان هو نسي جملة على خشبة المسرح قدام الفنان فؤاد المهندس. طبعا الفنان فؤاد المهندس اثناء ما هو بيتكلم فمستني ان الفنان حسن مصطفى يرد عليه في الحوار، فأدرك يعني الفنان فؤاد المهندس عرف ان الفنان حسن مصطفى ناسي، فارتجل. لما ارتجل المفترض ان في الوقت دوت ان هو ما ينفعش يخرج عن النص، لان دي حاجة نادرة الوجود وكان في الفترة دي في المسرح، في فترة المسرح دي. فراح قايل له طبعا نص كده هو مش موجود اصلا في المسرحية. قال له ابعد عن وشي دلوقتي، انت موترني، وروح في الجنينة واشرب قهوتك. لكن قال له عشان اشوف لي حل في مصيبتي اللي انا فيها دي. قلت له طيب يا كمال. الفنان حسن مصطفى رد عليه وقال له طيب يا كمال. طبعا من سوء حظ الفنان حسن مصطفى ان الملقن ده بيبقى قاعد كده معاهم، وحط له كده زي ما يكون ايه صندوق صغير بيقعد فيه عشان اذا نسي الفنان اي فنان اي حاجه فبيلقنوا الجمله اللي نسيها. فلسوء حظه ان الملقن ده ما كانش موجود وكان مريض وعيان وما جاش. طبعا بيقول ان الفنان حسن مصطفى قد ايه احترم الفنان آه، فؤاد المهندس وعرف ازاي ان هو نسي. فطبعا خرج على طول، والفنان حسن مصطفى بص في الورق والجملة المفترض انه هيرد عليها في الحوار قدام الفنان فؤاد المهندس. فراح عاملها على طول، قرا الجملة وافتكرها على طول وحفظها مفيش ثواني، وراح داخل على الفنان طبعا فؤاد المهندس. طبعا الفنان فؤاد المهندس كان واقف وحده على خشبة المسرح، المفترض يبقى فيه حوار، او الفنان المهندس يقول فؤاد المهندس يقول اي حاجة، ولازم يكون في حوار مع حد شخص. فراح داخل بعد ما حفظ الجملة حسن مصطفى دخل على الفنان فؤاد المهندس وقال له انت ناسي اني ما بحبش القهوة. فهنا ظهر قد ايه التعاون الموجود ما بين ازاي الفنان فؤاد المهندس لحق الفنان حسن مصطفى، وفي نفس الوقت الفنان حسن مصطفى ردله الجميل ودخل على طول ويبقى ايه لحق الموقف والحوار عشان يبان قدام الجمهور الحوار اللي حصل وينقذوا المسرحية ويضحكوا الجمهور. والجمهور ما خدش باله على فكرة من الحوار دوت. وطبعا قال له دخل عليه وقال له انت ناسي ان انا ما بحبش القهوة. وهنا الجمهور ضحك اكتر واكتر، وبان لما دخلت الفنان حسن مصطفى كأنه بيعاند الفنان فؤاد المهندس. ما كانوش يعرفوا ان هو خارج اصلا عشان يشوف الجملة ويدخل تاني، وافتكروا إن الموقف مضحك. بالعكس ده بالعكس المشهد ده قام بإضحاك الجمهور أكتر وأكتر، والناس فرحت أكتر وأكتر، والمسرح كله اترج بالضحك والتصفيق أكتر وأكتر. هنا الفنان حسن مصطفى بيقول انا ادركت قد ايه الفنان فؤاد المهندس فعلا هو استاذ، وانا كنت بحترمه اكتر احترمته لما عمل الموقف دوت. لان في المسرح كل واحد بيشيل شيلته وكل واحد بيقوم بالدور اللي هو قدامه، لكن ده لحقني علشان عايز وخايف عليا، وقد ايه في قوة وترابط وتعاون ما بيننا. مغزى ايه اللي انا عايزه اقول وانتوا استفدتوا من الموضوع ده؟ استفدتوا ان احنا لما نكون في ضيقه ما نقولش يلا نفسي. لما نكون في ضيقه نلحق البني ادم اللي قدامنا. البني ادم اللي قدامنا لما لقينا بنلحقه هو كمان هيساعدنا، وهيبقى فيه ترابط وقوه وتعاون. هو ده اللي انا اقصده من المشهد اللي حصل بين الفنان حسن مصطفى
والفنان فؤاد المهندس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس امرا. لايك كل ما جاش نورني في القناه، اتمنى يجي نورني فضلا وليس امرا. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. كل سنه وانتم طيبين يا احلى عيله واحلى ناس. يا رب دايما يعيد عليكم الايام بخير. ومتشكره قوي قوي قوي، الف مليون شكر لحبايبي اللي معايا، الف الف مليون شكر لحبايبي اللي جم ونوروني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.